خواطر رشا. صوت رشا وجرافيك مروة. في حياتنا دروس بنتعلمها من كل المواقف اللي بنعيشها، هنقدمها بشكل خواطر، ويا رب تنال إعجابكم. وقبل ما نبدأ، صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وانت بتكبر كده والحياة بتلطش فيك هتتعلم كتير قوي. هتتعلم ان مش كل حاجة حلوة لازم تدوم. هتتعلم ان في ناس هتكون مراحل في حياتك هتيجي الغرض يعلمه الله وهتمشي. هتتعلم مين اللي تبكي على كتفه، وهتتعلم ان اوقات لازم تمسح دموعك بايدك. هتتعلم تحب وتتعلم تفارق وتفقد جزء من روحك وتكمل. هتتعلم من الناس اللي جرحتك وهتتعلم من اللي انت جرحتهم. وهتشوف الدنيا وهي بتدور وتعلمك ان الشيء الوحيد اللي اكيد ان مفيش حال بيدوم. هتتعلم ان لسه قدامك كتير قوي ولازم تفضل تربي نفسك. وكل ما تتعلم هتدرك انك امام علم الله قليل جدا. هتتعلم ان في ناس في حياتك ما ينفعش تسيبها عشان الناس دي ما تتعوضش. وهتتعلم انك اوقات لازم تفسح الطريق للي عايز يمشي وانت قلبك راضي وماشي في سكتك. هتتعلم ان في ناس كويسة هتمشي عشان تفسح المجال لناس افضل منهم. هتتعلم من العالم وهتتعلم من الجاهل. هتتعلم من راجل مسن وهتتعلم من طفل صغير. هتتعلم من تجارب اللي حواليك، ولكن هتتعلم اكتر من نفسك. ومن اكبر الحاجات اللي لازم تتعلمها انك تسامح نفسك وتسامح اللي حواليك، وتتعلم ان اكبر كنز ليك هي اعمالك الخالصة لوجه الله. وان كان اتكتب علينا نعافر، فربنا يكتب لنا اننا نعافر في السكة الصح ومع الناس الصح، وعشان الهدف الصح، مش في سكة غلط مع ناس تقلل مننا.